السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم شوية محشي خس وكرنب ولحمة ولسان عصفور. يلا هنبدأ ونقول بسم الله. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله لحمة ومحشي. هنبدأ ونقول بسم الله. حطيت هنا بصلتين وسط ومعلقة زيت، وهنزل بيهم بالبهارات. دي 7 بهارات، نص معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، واحدة قرفة، 4 وحدات حبهان، وشوية قرنفل وشوية ملح على كمون. هنزل بيهم كده يتشوحوا. اول ما ريحتهم تطلع هننزل باللحمة. زي ما انتم شايفين كده هنقلب. اول ما نلاقي الريحة طلعت هننزل باللحمة. الريحة الحمد لله طلعت. هننزل بقى باللحمة كده. هنقلب فيهم تقلبتين، نقلبهم كده. اول ما اللحمه لونها يغير هننزل بالميه. انا بحب اشوح اللحمه كده الاول مع البصله مع البهارات، بتدي طعم حلو وريحه حلوه. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده لونها بدأ يغير. هنفضل نقلب فيها لحد ما اللون يغير. زي ما انتم شايفين لونها غير تماما. هننزل بقى باخر مكون وهي حبايه طماطم، حبايه واحده. نسيبهم يتشوحوا شويه. فاضل معانا حاجه واحده لسه هنزل بيها. هو فص توم بس، هو بس كنت ناسياه هحطه. بجد بيخلي ريحه اللحمه وطعمها حلو قوي برضو. اول ما ريحه الثوم هتطلع هنزل بالميه على طول. نهدي بس النار شويه. زي ما انتم شايفين كده خلاص بقت جاهزه على ان انا احط الميه. بسم الله. ايوه كده. وهسيبها بقى اول ما تغلي نغطيها وهسيبها على النار لحد ما تستوي. على ما تستوي هنعمل المحشي. تعالوا اوريكم مقاديره. ودي مكونات المحشي. وده الرز عليه الطماطم بتاعته اهي، اللي هي عبارة عن بصلتين، واول ما تشوحوا حطينا نص شفشة طماطم، واول ما تسبكوا نزلت بالرز. فاضل الخضار اللي هو شبت على بقدونس وكزبرة. نقلبهم على بعض. طبعا متظبطين الحدق بتاعهم، فلفل اسمر ملح كمون متظبطين. هنا الرز بقى جاهز معانا، وده الكرنب وده الخس. وهبدأ معاكم ونقول بسم الله. هنا خلصت معاكم المحشي الحمد لله. شوفوا بقى المحشي عامل ازاي. ده الخس بعد ما خلصته، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله جميلة. وده الكرنب بعد ما خلصته برضو، حاجة كده جميلة حبيب قلبي. صلى الله على سيدنا محمد. هنا شوفوا اللحمة عاملة ازاي ما شاء الله. شايفين لون الشوربة عامل ازاي، لونها جميل جدا.
مطلعتش اي ريم ولا اي حاجة. شوفوا معايا اللحمة استوت على طول الحمد لله، جميل ما شاء الله. هنا بقى سقيت المحشي بالشوربة، لازم نهزه كده هزتين عشان المية توصل لآخر رصة في الحلة. لسه هنزود طبعا شوربة تاني، حطينا شوربة تاني لحد ما تكون فوق كده ومبينة حاجة بسيطة من المحشي، ونغطيه ونسيبه. ونروح بمحشي الخس نسويه بقى برضو، نحط عليه برضو الشوربة معانا الحمد لله هتكفي المحشي، وهنعمل كمان لسان عصفور ان شاء الله يعني. وهنهز برضو الحلة كده هزة بسيطة برضو عشان الشوربة تنزل لآخر رصة. الهزة دي ضروري جدا. زي ما انتوا شايفين كده المحشي بيكون باين حاجة بسيطة. هنا حطيت معلقة سمنة وشوية زيت مع نص كيس لسان عصفور، او زي ما تحبوا يعني الكمية اللي انتوا حابينها. واول ما تتحمر وتاخد لون واحد برضو هنزل بشوربة. الحمد لله طبعا الشوربة مكملة معانا ومكفية معانا الحمد لله. طبعا بنقلب، نفضل نقلب علشان اللون يبقى واحد. وهنا حطيت الشوربة، بسم الله كده نحط الشوربة، نحطها طبعا بزيادة عشان لسان العصفور لما بتطفوا عليه بيخمر، فلازم تحطوه بزيادة. وهنا طبعا جبت الطباق والمحشي استوى الحمد لله وغرفت. ادي ده الخاص الحمد لله، وادي الكرنب بيهز الحلة كده عشان الصابع تفكك وتنزل على طول. وده الكرنب برضو، وهغرف معاكم برضو لسان العصفور. وادي لسان العصفور، وادي يا حبايبي الحمد لله الاكل بتاعي اللي انا عملته معاكم. ادي اللحمة، وادي لسان العصفور، وادي الكرنب، وادي برضو محشي الخاص، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.